هذه واحدة من أبشع قضايا اللي عرفتها سنة 2013. كيفاش العامل ديال النظافة غادي يلقى واحد الجثة مقطعة ومليوحة في المزبلة. شكون هاد البنت وشكون اللي قتلها وعلاش داروا فيها هادشي كامل وكيفاش البوليس وصلوا للقاتل. السلام عليكم، أنا سعيد وهذه قناة لا للإجرام. كتبدا قضيتنا اليوم في سنة 2013 بمدينة الدار البيضاء مع واحد العائلة بسيطة مكونة من أخ عنده 15 سنة وبنت سميتها زينب وعندها 17 سنة، والأب ديالهم توفى وهما مازال صغار، والأم ديالهم ناعمة هي اللي ضربت التمارة عليهم وخدمت بالليل والنهار وربتهم حتى كبروا وفنت شبابها عليهم. وزينب خرجت من المدرسة سنة رابعة ابتدائي لأن الأم ديالها كانت مضطرة تخدم وما كانش عندها فين تخلي بنتها ولا ولدها. حتى الجيران كانوا في حالة صعيبة بزاف، والأغلبية ديال النساء كانوا خدامين في الديور، ما كاين حتى شي جارة اللي تقدر تخلي عندها ولادها. اضطرات الأم تخرجها من المدرسة وبعض المرات كديها معها الخدمة. نعيمة كانت دائما كتخاف على بنتها وكترد ليها البال بزاف، ما كتخليهاش تخرج بوحدها. ومن كبرت شويه ولات كتمشي مع نعيمة، حتى هي ولات كتخدم وكتعاون في الدار، وبعض المرات كتخليها تجي مع الدار وتوجد لهم الماكله حتى ترجع هي من الخدمه. وزينب دابا كبرات وولات عندها 15 عام. واحد النهار نعيمة وهي راجعة من الخدمة تلاقات مع واحد الجارة اللي كتسكن قدامها. قالت ليها راني شفت بنتك زينب وهي غادة مع واحد الشمكار سميتو إبراهيم، كانوا غاديين لواحد البلاصة فيها غير الخلا. كنت باغا نعيط عليها وننصحها باش ترجع بحالها، ولكن هذاك إبراهيم راه واحد الشمكار مقطع، وخفت إلا عيطت عليها قدامه شهر يتعرض ليا ويخسر ليا وجهي. وقلت حتى نجي ونقولها لك انتي، ولكن الله يرحم الوالدين هاد الهضره تبقى بيناتنا، الا عرف انا اللي قلت لك هاد الشيء يقدر يدير شي مصيبه فيا. نعيمه ملي سمعت هاد الهضره تصدمات وما عرفت ما تقدم ولا توخر. رجعت للدار ولقات زينب جامعة الدار وموجده الماكله وجالسه كتسناها. سولاتها على علاقتها بإبراهيم، ولكن البنت نكرات كلشي ومسحت السما بليكا وقالت ليها انا عمري ما خرجت لا معاه ولا مع غيره. والغد ليه الصباح نعيمة شدات بنتها ودات عند واحد الطبيبة باش دير ليها الفحص ديال العذرية، وفعلا البنت طلعت فاقدة العذرية ديالها وما بقاتش بكر. ضربت ليها كل شيء في الزيرو، سنوات ديال الكفاح بلا نتيجة. البنت اللي ربتها بوحدها وبعد سنين ديال التمارة والعذاب كل شيء تبخر في رمشة عين. على ودها ناعمة فنات شبابها وصحتها، وفي الآخر خانت الثقة ديالها ومشات مع شمكان ما كيسوى حتى بصلة، واحد غارق غير في المخدرات والشراب والعالم خاص به. الأم عطاتها ماكلة الطبل نهار العيد، ولكن لاصا ما غادي تنفع حتى شي حاجة. اللي طرا نايمة مشات عند إبراهيم وهضرات معاه، قالت له سر البنت وتزوج بها ولا غادي نمشي نبلغ بك على البوليس. ولكن إبراهيم كان معروف بالقباحة ديالو والناس في الحومة كاملين كيخافوا منه. هددها وقال لها سير بحالك ولا غادي نجمعك انت وبنتك، حتى الا مشيتي للبوليس غادي ندوز عام ولا عامين، ولكن منين نخرج غادي نحنك ليكم بجوج. الام مسكينه ما بقى عندها ما دير مع واحد مقطع الوراق، مشات عند الجاره وعاودت ليها كل شيء. والجاره قالت ليها الحل الوحيد هو تمشي عند والديه وطلبي منهم يدخلوا بيناتكم في الموضوع باش يتزوج بها، من بعد الا بغى يطلقها يطلقها. بالقليل البنت كيتسمى مزوجه ومطلقه وماشي فاقده الشرف ديالها في الحرام، حيت الا شي واحد تقدم ليها وعرف شنو وقع عمره ما غادي يوافق على شي حاجه بحال هادي. الام مشات عند العائله ديال داك الشمكاه وعاودت لهم القصه كامله، وقالت لهم بان بنتها مازال قاصر ودابا طلبوا من ولدكم يسر البنت. الام ديال ابراهيم قالت ليها شوفي يا نعيمه، انا ما عندي حتى مشكل، من غدا نجي نخطب بنتك، ولكن شوفي غير مع هو واش باغي البنت ولا لا، حيت كانت عارفه ولا شنو كيسوى. الناس كاملين ديال الحمى كانوا كيعرفوا بان ابراهيم واحد الانسان اللي مجرد من الانسانيه ديالو وحقار، وحتى الام ديالو كانت عارفه المشكل اللي وقع بينه وبين البنت حيت هو كان ديجا عود ليها من قبل. المهم دازت تقريبا واحد 3 شهور على هذا الحديث. واحد النهار جات عند الام واحد السيده وقالت ليها شوفي راني عارفه شنو وقع لبنتك وعارفه باللي فقدت العذريه ديالها، ولكن كاين واحد السيد الله يعمرها دار في عمره شي 35 عام وباغي شي بنت الناس يتزوج بها، هو سبق ليه شاف بنتك وعارف القصه ديالها كامله وباغي يسترها لوجه الله. الام مسكينه كانت خايفه غير من الشوهه ومن الناس اللي كيهضروا في الحومه كانوا كينعتوا في بنتها وفيها. ونعيمه ما سولت لا شكون هذا الراجل ولا فاش خدام ولا منين اصله وفصله. الحاجه الوحيده اللي قالتها ليها قولي ليه الا بغى يجي اليوم يشوف البنت مرحبا به. وفعلا جا لغت ليه في العشيه ودخل عندهم الدار وقال ليها انه سبق ليه شاف زينب وعارف القصه ديالها وما عندوش مشكل مع الماضي ديالها، وقال ليهم باللي والديه ميتين بجوج وخلاو ليه واحد البراكه ساكن فيها وخدام كل نهار برزقه، المهم خدام بالحلال.
زينب ما كانتش قابلاه وهو كان كبير عليها في العمر وما عجبهاش الهندام ديالو، ولكن بسبب الفضيحة اللي دارتها ما عندهاش الحق تختار ولا تشرط، وتزوجت به بلا عرس ولا مراسم. هذا الراجل كان على قد الحال، جاب لي هذاك الجهاز ديالها اللي قدر عليه، ومن بعد عقد عليها ومشات تعيش معه في البراكة مباشرة. وهو كان راجل معقول وكيعاملها مزيان وكيحترمها وما منعهاش من الزيارة ديال الأم ديالها. المهم راجل من أطيب خلق الله. دازو عامين على الزواج ديال زينب وكريم. واحد النهار الرجال ديال الشرطة توصلوا بمكالمة مع 7 ديال الصباح من طرف واحد الراجل ميخال، قال لهم أنه لقى واحد البلاستيكة من الحجم الكبير وكانت خارجة منها واحد شوية ديال الشعر بشري. قال لهم في الأول عاد ليه شي مانكا، ولكن ملي قرب ليها شم واحد الريحة خايبة وقوية بزاف، شد واحد العصا طويلة وبدا كيفتح ديك البلاستيكة من بعيد. وهنا كانت الصدمة القوية، لقى قطعة بشرية كتعود لواحد المرأة وهاد الشي باين من خلال الشعر ديالها. البوليس خداو العنوان ومشاو مباشرة على المكان، داروا السياج الأمني وبداو المعاينة ديالهم. أول حاجة تأكدوا من أن الجثة فعلا مقطعة، ولقاو الراس مفصول على الجسد ديالها والذراعين معزولين بوحدهم، وحتى الثدي ديال الضحية مقطوع بواحد الطريقة وحشية، والبطن ديالها مفصول على جهة الصدر وكأن الجاني كان كيتلدد في التقطيع ديال الضحية. وهذا باين أنه شي حقن دافين عند الجاني. ولقاو غير الجزء العلوي، أما الجزء السفلي ما لقاوهاش في داك المكان أصلا. وتم استدعاء الشرطة العلمية والتقنية وداروا واحد المعاينة دقيقة للجثة والمكان اللي لقاو فيه الضحية، اللي كانت وصلت لواحد المرحلة متقدمة من التحلل. ومن بعد تم نقل الأطراف من أجل التشريح الطبي، وجابوا كذلك كلاب بوليسية مدربة وبداو البحث ديالهم من أجل العثور على الجزء السفلي للضحية. تقريبا شي 3 ولا 4 ديال الساعات في البحث متواصل، وفي الأخير لقاو البلاستيك الأخرى والداخل ديالها كان الجزء السفلي ديال الجثة. وتم نقل بقايا الضحية كاملة للطبيب الشرعي، وخداو بصمات من الضحية من أجل المطابقة ديالهم في قاعدة البيانات. وخا كانت وصلت لواحد المرحلة من التحلل إلا أنهم قدروا ياخدوا منها البصمات، ومع ذلك الشرطة ما قدرتش تحدد الهوية ديال الضحية من خلال البصمات. وكان عندهم جوج احتمالين، يا إما البنت مازال ما دارتش البطاقة الوطنية، يا إما مازال قاصر وما وصلش للسن القانوني اللي يخول ليها دير البطاقة التعريف. وخرجت نتائج الطبيب الشرعي وأكد لهم أن عمر الضحية كيتراوح ما بين 16 و 18 سنة، يعني فرضية ديال البوليس كانت صحيحة. وسبب الوفاة كانت ضربة قوية على مستوى الرأس تسببت في نزيف داخلي حاد في المخ. الطبيب الشرعي أكد أيضا أنها كانت غير بكر، ولكن ما قدرش يحدد واش كانت متزوجة ولا أنها تعرضت للاعتداء أو أنها فتاة تمارس البغاء أي من بائعات الهواء. والضحية بقات مجهولة الهوية، ومشاو كيسولوا الناس اللي كيخدموا في القمامة والمتشردين اللي كيسكنوا حداها، ولكن جميع الشهادات كانت سلبية. حتى شي واحد ما قال لهم أنه شاف شي حاجة. الرجال ديال الشرطة مشاو كيقلبوا في ملفات ديال التخيف ديك الفترة، وكيلقاو بزاف ديال الناس ولكن غير متشابهين مع الضحية، لأنها كانت لديها علامات واضحة لتحديد الهوية، مثل أنها كان عندها واحد السيكاتريس خفيف على الوجه ديالها، وعندها واحد الخالة صغيرة حدا الأنف ديالها. وتم تجميع الجثة والخياطة ديالها باش يتم الاحتفاظ بها في الثلاجة إلى حين التعرف على الهوية ديالها. دازت تقريبا 15 يوم على الجريمة، وهي تجي واحد السيدة من المقر ديال الشرطة في مولاي رشيد، وقالت لهم بأن بنتها اللي في العمر ديالها 17 سنة غبرت تقريبا واحد 20 يوم هادي. وهاد السيدة هي نعيمة الأم ديال زينب، وقالت لهم أن بنتها مزوجة من واحد الراجل سميتو كريم العمر ديالو 38 سنة وكيسكنوا في ديور الصفيح. وقالت لهم أن بنتها كانت دائما كتجي عندها تقريبا شبه يوميا، وإلا كانت مريضة هي اللي كتمشي عندها. حتى لواحد النهار لاحظت الأم أن البنت ما جاتش عندها شي يومين، واتصلت بها ولكن التليفون ديالها كان طافي. رجعت اتصلت برجلها وقال لها بأن التليفون ديالها خاسر وباللي بنتها مريضة وما قدرتش تمشي عندها. نعيمة تقلقات على بنتها، قالت ليه بأنها غادي تجي للدرهم باش تشوف بنتها وتطمن عليها. وفعلا مشات الأم للدار ديال بنتها وبدات كتدق الباب مدة طويلة، حتى فتح الزوج الباب وخرج عندها لبرا. سولاتو على بنتها، قال لها بأنها مازال مريضة، وقال لها واش غتبقاي غير غادة جاية عندنا، خلي بنتك ترتاح شوية في دارها، أنا راه مقابلها غير سيري الله يعاونك. الأم تصدمات حيت الزوج ديال بنتها كان واحد الراجل جيد وكان كيحترمها بزاف وما عمره هضر معها بهذا الأسلوب. الأم رغم أنها بقات مشطونة على زينب إلا أنها سكتات على ود بنتها باش تبقى مرتاحة في دارها. دازو يومين على هذا الموقف اللي وقع، والبنت ما اتصلات ولا جات عند الأم ديالها. وهذا الشيء ماشي من عويدها، حيت كانت متعلقة بالأم ديالها بزاف وعمرها ما غبرت عليها بحال هاد المرة.
القلق كيزداد نهار على نهار، والأم مشات عاوتاني للدار ديال بنتها، دقات الباب ولكن هاد المرة ما جاوبها حتى شي واحد. حاولات تتصل بكريم، صونات المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة بلا نتيجة. من بعد 3 ولا 4 ديال الساعات هو اللي اتصل بها، سولها شنو بغات. قالت ليه بأنها بغا غير تشوف بنتها وطمن عليها. قالت ليه حنا ماشي في الدار دابا، واحد عمي مريض ومشينا للبلاد باش نشوفوه. قالت ليه غير دوز ليا بنتي نتكلم معاها. قال ليها بنتك واقفة مع مرت عمي في الكوزينة، راه كاينة الضياف بزاف. وقطع عليها الخط. دازت أيام قليلة حتى واحد الجارة قالت للاله نعيمة بأنها شافت كريم كيتسارى في ساحة الحمام. الأم تصدمات، كيفاش قال ليها بأنها في البلاد وهو كاين غير في المدينة؟ وفين هي بنتها وعلاش ما كاينش في دارها؟ عاودات اتصلت بيه عاوتاني، ما جاوبهاش. من بعد شي ساعة هو اللي عاود اتصل بيها، سولاتو فين بنتي واش بخير. قال ليها لاباس وحنا مازال في البلاد. قالت له نعيمة كيفاش في البلاد؟ جارتنا شفتك في الساحة ديال الحمام، علاش كتكذب عليا؟ قول لي دابا فين هي بنتي؟ ديك الساعات هو قطع عليها الخط مباشرة وطفى التليفون ديالو، ومن ديك اللحظة غبر غبرة وحدة. وهذا هو السبب اللي خلى نعيمة تمشي مباشرة لأقرب مصلحة أمنية وتقدم بلاغ رسمي باختفاء بنتها، وكانت شبه متأكدة أن بنتها وقعت ليها شي حاجة خايبة. البوليس خداو المواصفات اللي عطاتهم نعيمة بحال الأعمار والطول، وإلا كانت شي علامة اللي كتميز بنتها، وعطاتهم حتى واحد الصورة ديالها. ونظرا لأن الجثة اللي تلقات في المزبلة مازال ما عرفوا الهوية ديالها، داروا بلاغ واسع في جميع المراكز الأمنية بالمنطقة فيه صور للضحية وتفاصيل تشريح الطبيب الشرعي، باش أي واحد يبلغ على اختفاء بنفس المواصفات يتم تنبيه الشرطة المختصة فورا. البوليس اللي مكلفين بالقضية شافوا الصورة اللي جابت نعيمة، ولاحظوا بأن البنت عندها واحد الخالة قرب الأنف ديالها، وبقى نفس العلامة اللي كانت عند الجثة المجهولة. طلبوا من لاله نعيمة تمشي معاهم وتشوف واحد السيدة من الممكن تكون هي بنتها. قالوا ليها شي 15 يوم دابا باش لقيناها، وفيها نفس الملامح ديال الصورة اللي عطيتينا. المهم بحكم أن نعيمة مرا كبيرة ومريضة، فضلات ولدها الصغير هو اللي يمشي يشوف الضحية. وبالفعل جا الأخ ورافقهم من مستودع الأموات. من كشفوا ليه على الوجه ديال الجثة تأكد فورا أنها الأخت ديالو. خداو منه عينات باش يتم الفحص ديالهم ويطبقوهم بجوج، وفعلا خرجت نتائج مطابقة وتم تحديد هوية الجثة. واعتمادا على المعلومات اللي قدمتها نعيمة، المشتبه الأول والمباشر هو كريم. البوليس مشاو لدارو ولكن ما لقاوهش. خداو إذن من وكيل الملك من أجل تفتيش المنزل ديال المشتبه فيه. ومنين دخل البوليس لقاو الدار مرونة وموسخة وكاينة ريحة خايبة بزاف. تبعوا مصدر ديال الريحة ولقاوها جاية من الثلاجة، ومنين حلوها لقاوها موسخة كاملة بدم، ورغم أنها باينة مغسولة ومنقية إلا أن بقايا ديال الدم كانوا مازالين بين الزليج. ومن بعد ما داروا التحاليل هذيك الآثار ديال الدم وتبين رسميا أنه ديال الضحية، وهذا الشيء أكد أن الجريمة فعلا وقعت داخل البيت ديال الزوجية. ولكن كريم اختفى وكأن الأرض شقات وبلعته. واحد السيدة كانت ساكنة حدا الدار ديال كريم قالت للبوليس أنها كانت عندها علاقة زوينة مع الأم ديالو، كانوا بحال الأخواتات. وملي ماتت كانت هاد الجارة هي اللي كتجيب ليه الغداء، وفي رمضان كتجيب ليه الفطور، وكان هو كيدخل عندها حتى للدار. هادي كانت حاسباه واحد من ولادها. هو عنده واحد خالق واحد الدوار قريب من الجديدة، لأن الأم ديال كريم خلات لخوها واحد الأرض بمقابل هو كل عام كيعطيها الجزء من المحصول ديالها. وكانت هي وولدها كيمشيو عنده وكيجلسوا معاه شوية وكيجيبوا المحصول ديالهم، ومنين كيجيبوه كيعطيو لداك الجارة حتى هي النصيب ديالها منه. وكنظن باللي هو يقدر يكون مخبيه عند خالو. من سمعوا البوليس هاد المعلومات بقاو كيبحثوا حتى توصلوا للعنوان ديال خال كريم. خداو الإذن من النيابة العامة ومشاو للعنوان اللي توصلوا به، وبالفعل لقاو كريم مخبي عندهم. وخالو ما كان فراسو لا جريمة لأن كريم هارب من البوليس، ولا حتى أن مرات كريم مقتولة. خالو كان كيظن أن مراته غير عند الأم ديالها، حيت هادشي اللي قال ليهم الزوج قبل ما يجي عندهم. البوليس شدوه في الدار ديال خالو واعتقلوه وخداوه معاهم للمركز. ومن الدقيقة الأولى ديال الاستنطاق اعترف بأنه هو اللي قتل زينب، وبدا كيعطيهم تفاصيل الجريمة كاملة. قال لهم بأنه من نهار قرر يتزوج بزينب قبل عليها كيف ما هي، وتزوج بها بلا شروط واسترها، وكان باغي يدير فيها هذا الخير، وخصوصا أنها كانت مازال صغيرة. وداك إبراهيم استغلها وضحك عليها، وكان كيجيب ليها أي حاجة كتحتاجها وكيتهلا فيها وكيحاول يعوضها على الطفولة الصعيبة اللي دازت منها. وحسب الكلام ديالو زينب عمرها ما كانت كتبادلو نفس المشاعر، كانت كتبين ليه أنها ما باغاش ودائما كتحتقره، وكانت كتحرمو حتى من حقه الشرعي. وكان كيعاود هادشي كامل من الأم لاله ناعمة، وكانت دائما كتصبرو وكتقول ليه أنها مازال صغيرة وعقلها غير طايش، غير تسيس معاها
وكانوا كيديوها عند بزاف ديال الفقراء حيت من الممكن يكون عندها شي مس أو سحر، ولكن بلا نتيجة. ومع ذلك كان كيدير كتر من جهده باش تكون سعيدة لأنه كان كيبغيها بزاف. دوزو مع بعضياتهم عامين، دار معاها جميع الحلول ولكن بلا أي تغيير. ما تبدلاش وبقات كتعاملو بنفس الطريقة. واحد النهار طلع عند خالو اللي كيسكن خارج جديدة فواحد البادية باش يجيب النصيب ديالو من الفلاحة، وقال لزينب باش تمشي عند الأم ديالها وما تبقاش بوحدها. وهي قالت ليه بلي صافي غادا تمشي عندها، ولكن منين رجع بعد 3 أيام غير وصل الحومة وهو يتلاقى مع واحد الجارة اللي ساكنة قريبة ليهم، وقالت ليه بلي شافت شي حاجة ماشي هي هاديك في دارو. قالت ليه النهار اللي مشيتي نتا انا في الليل كنت جالسة حدا السرجم ديالي، كنت كنساي نولي غادي يوصل مع 3 ديال الصباح من السفر، وانا نشوف واحد الراجل داخل الدار ديالك ومراتك هي اللي حلت ليه الباب. سولها واش عرفاتو شكون هو، قالت ليه بانه داك الشنكاد اللي كانت زينب فقدات مع العذريه ديالها قبل الزواج، يعني عاشقها القديم. كريم تصدم وما قدرش يكذب الجارة ديالو حيت هي كانت واحد المرأة كبيرة ومعروفة بأنها إلا شافت المنكر كتحاول تغيره. كريم دخل الدار وهو العقل ديالو مشوش ولقى مراتو جالسة في الدار. سولها واش فعلا مشات عند الأم ديالها في النهار اللي سافر فيه هو، قالت ليه أنها مشات عندها من داك النهار حتى لدابا عاد جيت، وهو عارف مزيان أنها ما مشات وغير كتكذب عليه. هنا حس بالخيانة وتزاد عليه الضغط والغضب وما قدرش يسيطر على راسو. ديك الليلة نيت خلاها حتى نعسات، مشى جاب واحد الحديدة ضربها ضربة وحدة الراس، كانت ضربة قاتلة. وباش يتخلص من الضحية مشى جاب الأدوات ديال التقطيع وقطعها الأطراف، دارها في الثلاجة لمدة يومين. ومن جات الأم ديالها عنده خاف يحصل جبدها وعمرها في الأكياس وهزها في واحد الكروسة كانت عنده حتى وصل لمطرح النفايات ولاحها تماك ورجع بحالو. ملي رجع للدار بدا كينقي فيها مزيان وكيجمع، ولكن نسى ينظف الثلاجة اللي كانت فيها الريحة بزاف. ومن بعد مشى عند عائلته باش يبعد على الشبهات وكأن شيئا لم يكن. ملي سولوه البوليس وعلاش كان كيقطع عليها الثدي ديالها، قال لهم انه حس براسو كيعاقبها على داك الشيء اللي دارت فيه وعلى الخيانه اللي تعرض ليها بسببها، ولكن القتل عمره ما كان عنده مبررات. وهذا الكلام اللي قالوا ماشي منطقي. من بعد ما اعترف المتهم بشكل رسمي بجميع تفاصيل الجريمة، تحال الملف ديالو للمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء اللي تابعته تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل في الجثة، وحكمت عليه بالإعدام. ومع أنها عقوبة موقوفة التنفيذ تحولت إلى المؤبد. هاد القضية كتذكرنا أن الزنا ما كيبداش بالفراش، ولكن كيبدا من نظرة أو كلمة أو موعد، فلقاء في الخلاء حتى كيضيع الشرف وكتدمر الحياة، كتفتح الأبواب ديال الشر اللي ما عمرها كتغلق. وأن رفقة السوء تسقط الإنسان من أعلى مراتب الكرامة إلى أسفل درجات الضياع. وأن البنت الصغيرة يمكن يشدها ديب بشري لا يخاف الله يضيعها ويشوه المستقبل ديالها كامل. شفتوا كيفاش الظلم كيولد الظلم، والشاب اللي استغل الفتاة الصغيرة واعتدى عليها هو أول واحد دفعها إلى الزواج من أجل راجل ما بغاتوش. القتل جريمة ما كيتحملهاش الغضب، والخيانة ما كتحلش بالانتقام، والزنا ما كيتغسلش بالدم. كل واحد خرج على طريق ديال الله، كانت فتاة أو الأم أو العاشق أو الزوج أو المجتمع، كلشي كيدفع الثمن ديال الخطأ اللي دار، غير كيسين النوبة وصافي. حتى الدافع الحقيقي ديال هاد الجريمة ماشي فقط خيانة الزوجة، ولكن حتى القلب اللي عامر بالحقد والنفس الكحلة والضعف في الدين والغياب ديال الرحمة. بحال هادشي أحسن حاجة كان يدير وهو الطلاق. وخا الانسان لا قدر الله طاح بحال هاد المواقف ما كيقدرش يسيطر على نفسه، ما كيعرفش راسو شنو يقدر يدير، ولكن نحكمو غير بالمنطق. راه عمر الشطاح ما كينسى هز الكتاف. العبرة الكبرى إلى ضاع الدين ضاعت القلوب، وإلى ضاعت الأخلاق ضاعت البيوت، وإلى ضاعت الرقابة ضاعوا البنات، وإلى ضاعت الأمانة ضاعت الأرواح. وأن أول أبواب الشر كتكون غير واحد الكلمة، رسالة إلى الأم: راقبي بنتك، ربيها للحياة، وكوني صريحة معها قبل ما يسبقك ليها الشيطان. واحد الرسالة للشباب والفتيات ديالنا: طريق الحرام قصير ولكن النتائج ديالو طويلة قاسية ومؤلمة. واحد الرسالة للأزواج: الخيانة راه واحد الجرح، ولكن القتل جريمة عند الله لا تغتفر إلا بالقصاص. والرسالة للمجتمع: منين كتتركوا البنات ديالكم بلا حماية والشباب ديالكم بلا تربية والأحياء ديالكم بلا أمن، فلا تنتظروا إلا مأساة مثل هذه. نشوفكم في الحلقة الجاية